تبقى دائما ليبيا في الصدارة، ولم لا؟ وقد جعلها الله جل وعلا في صدارة القارة الإفريقية، حتى نصبوا قائدها ملكا لملوك إفريقيا التقليديين، والحمد لله رب العالمين. الرسالة الأخيرة للأخ القائد معمر القذافي، أسأل الله جل وعلا أن يرزقه البطانة الصالحة، فإن الأمة ولادة، وإن ليبيا ولادة، والحمد لله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يجعله سببا في نصرة الإسلام وأهله وفي حفظ كتاب الله جل وعلا. وأقول له حافظ على هذه العادة المباركة، فأسأل الله أن يديم العادة على قائد ليبيا وشعبها، وأن نجتمع جميعا على حفظ كتاب الله جل وعلا. وأقول له حتى يقال أننا ننصف القادة والكبار، يا رجل إن ثمرة ما قمت به تجاه القرآن ماثلة وظاهرة، وهي أن أكثر من 1,000,000 من أبناء الشعب الليبي يحفظون كتاب الله جل وعلا، بل إنك فعلت فعلة أعجبتنا للإنصاف، وكنت أتمناها من سائر قادة العرب. والأمر لله، حينما وقف في مجلس الأمن ومزق دستورهم وألقاه خلف ظهره وأثبت لهم أنهم ظالمون حاقدون محاربون للعرب وللمسلمين، أقول له لقد قلت كلمة حق عند سلطان جائر، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. أهل ليبيا مرة ثانية بقول اجعلوا ليبيا أرضا واحدة، ولا تسمحوا لأي دولة أجنبية بالتدخل في شؤونكم. وبأكد حتة ثانية، اللي هناك في الدول الغربية اللي قاعدين في لندن، اللي قاعدين في نيويورك، اللي قاعدين في أي مكان وكل شوية يطلعوا على الBBC أو على الجزيرة في مكتبها أو على الحرة، احذروا دول اللي بيجوا على ظهور الدبابات، حتى مهما يدعي ان انا عايز ليبيا، دول لا دول وربي هم وقود الفتنة، دول هم اللي جايين على ظهور الدبابات. يا جماعة بالله احذروا، بالله احذروا، مش عايزين نخسر ليبيا ابدا ابدا ابدا. ولذلك الشيخ يا يكون مصلح يا بلاش يشتغل خالص، يا بلاش يتكلم. انا ممكن اقوم قايل دلوقتي يا شباب اعملوا كذا وافعلوا كذا في ليبيا، افرض الشباب خرجوا سمعوني وقام الطلقات جالهم في صدورهم او في دماغتهم، اتقتلوا الاولاد وبيوتهم بقت حزن ودماء، امهات ثكالى، الاطفال يصرخوا بيوت، انا اللي اتحمل دم دول. احذروا دول اللي بيجوا على ظهور الدبابات، احذروا دول اللي بيجوا على ظهور الدبابات. من 67 دولة، وكان معنا من السعودية ما معنا، ومن الكويت، ومن كل الدول، وكان معنا الدكتور القرضاوي. وسألوه عني إن كنت قد أخذت فلسا أو دنيت رأسي أو التقيت بالرجل حتى أو سلمت عليه أو صافحته. ما حدث هذا على الإطلاق. حتى بالنسبة لابنتي ما حضرت واعتصموا لأن فيها اختلاط على الإطلاق. ثانيا في العام الثاني حاولنا أن ندخل الفهم السلفية، فقالوا لي أي الأحبة من هناك وهم يستمعوننا الآن: يا شيخ محمد هذا مجنون، بمعنى قل كلاما فيه، يعني من باب أن نجعل له مكانة. حينئذ يبلغه هؤلاء يفتحون لنا الأرض. كان معي أخي الدكتور محمد العريف، كان معي أخونا الدكتور محمد دادو الشنقيط، ولذلك فتحت لنا الأرض. يعني أنا بنفذ نصيحة عشان أنشر الفهم السلفي واجتلف طريقها وأهاجم بعدها، ولذلك فتحت لنا ليبيا بأسرها، فدعونا في كل مكان فيها. وبعد ما كان لا يجرؤ إنسان أن يقول فيها قال ابن تيمية، قال ابن القيم، قال ابن عثيمين، قال ابن باز، كنت أقول في كل مكان قال ابن باز، قال ابن عثيمين، وهم يسمعون الآن، قال ابن تيمية، قال ابن القيم، وظهر الخير على الجميع. وقلت الكلمة من باب أني أحاكم مجنون حتى نأخذ الفرصة. ولذلك بإذن الله جل وعلا سلوهم هناك
باذن الله جل وعلا. في العام الثاني كان معي الاشياخ الذين ذكرت، واخويا الدكتور محمد العريفي دعا له من باب هذا الامر ايضا. لماذا؟ لاننا نتعامل مع مجنون. انا اختلفت مع الذين قالوا انه كافر، هو ليس بكافر بل انه مجنون. تراه ساعة يمدح في القرآن ويثني ويحفظ القرآن، وتراه ساعة والعياذ بالله يأتي بالكفر البواح. هو مجنون باتفاق الجميع، والمجنون مرفوع عنه القلم. ولذلك مدحت الرجل بقصد أن أملأ الأرض بالفهم السلفي، وكان هذا بشهادة الجميع. لكن سلوا عني هؤلاء، قولوا لهم هل صافحه الزغبي؟ هل تصور معه؟ هل أخذ منه فلسة؟ هل أخذ منه هدية؟ إن ابن الزغبي وإن بيت الزغبي طاهر لا يقبل شيئا أبدا. أنا أحب التلون في المنهج أبدا. إياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد.